بصراحة المسؤولين في مصر عن الكرة دول عالم فشل. انتوا وصلتوا الكرة في مصر لأفشل مدى. ولا عاد في ناشئين، ولا عاد في منتخبات ناشئين، ولا عدنا حتى بنشوف كورة. والدوري تعبان، مفيش أتعب منه، مفيش جماهير ولا في لعيبة. أقسم برب العزة تلات أرباع الدوري المصري ما بيعرفوا يلبسوا الكورة. بقى حتى في واسطة في العيال اللي بيلعبوا. ابن مش عارف مين، وابن مش عارف مين، وابن مش عارف مين. واحنا علشان نقدم لابننا في النادي الفلاني ولا النادي العلاني بيطلع ميتين ابونا، ورايح جاي رايح جاي. مع ان انا عاوز اقول لكم على حاجه للمسؤولين يعني. لو جيتوا دورتوا في القاع كده، في قاع الكره المصريه، مش الاب يعني، مش الليفل الاول، الليفل التاني والتالت، قسما بالله بتلاقي لعيبه وزنهم ذهب، بس مرميين في الليفل التالت. كل لعيبه منتخب مصر دول قاسم وتعبوا. احنا لما نيجي نجيب لعيب ونشتريه، بنشتريه على 27 سنه، 28 سنه، عشان نشوفناه في الحته الفلانيه، وال 28 عشان نشوفناه في النادي الفلاني والنادي الفلاني. بصراحه بقت حاجه تمغص البطن. قسما بالله دوري ما فيهوش اي روح خالص. لما الواحد بيشوف الدوري السعودي بيحزن. لا لا، مش على الفلوس، لا، ده احنا عندنا امكانيات حلوه. شوف الجماهير كده عامله ازاي. احنا اللي معلمينهم الكوره يا ناس، احنا اللي معلمينهم الكوره. تشوف الجماهير في تونس، في الجزائر، في المغرب، جماهير. لكن احنا يجي لنا 4000 كام 400 مشجع ولا 500 مشجع، ويطلع الاعلام يطبل. احنا عاوزين المدرجات تتملى. طب ما تملى يا اخويا، طب ما تملى. انديه بقت بصراحه ما عادش فينا انديه الجماهيريه، يعني اللي تفرح القلب كده، والجماهير اللي تفرح القلب. الواحد بيبقى حزين وهو شايف الكلام ده. ما يجي يبص على الدوري السعودي ولا الدوري التونسي ولا الدوري المغربي، بيحزن على اللي احنا فيه. انتوا فعلا اسوأ ما انجبت مصر. اللي ماسكين الكرة المصرية قسما بالله اسوأ ما انجبت مصر. انتوا بوظتوا الكرة في مصر، ودلوقتي جايين على النادي الاهلي وعاوزين تبوظوه، وهو قرب يعني قرب. العيار فلت. اسوأ ما انجبت مصر انتم، بحق جلال الله.